المحاولة رقم مليون في الدايت. فبما اني ان شاء الله هبدأ دايت، فلازم اعمل ايه؟ لازم اعمل له اكل صحي. هعمل ايه؟ هعمل عيش بالشوفان بطريقة سهلة ومكونين 2 بس. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله وعلى بركة الله. جبت اول حاجه الشوفان اللي انتوا شايفينه ده، ممكن نجيب من عند العطار سايب. تمام. اول حاجه بقى هعملها ايه؟ هجيب كوبايتين من الشوفان وعليهم كوبايتين من الميه بس كده. هي دي المقادير بتاعتنا النهارده. هسيبهم بقى منقوعين كده لمده ساعه بالظبط ونرجع ليهم تاني. بعد ما انتوا شايفين هو هنا خلاص اتنقع، حطيتهم في الخلاط. حطيت عليهم رشه من الملح ورشه صغيره من البيكنج باودر. ضربتهم كده في الخلاط زي ما انتوا شايفين، وهنشوف دلوقتي القوام اللي احنا عايزينه. ده القوام اللي احنا عايزينه. هنبدا بقى ان احنا نجيب طاسه كده، لو بتلزق هنحط عليها نقطه صغيره من الزيت وندهنها. تمام. هبدا ان انا افرد العجينه كده. اهم حاجه بقى الطاسه ما تكونش سخنه وانا بفرد العجينه عليها. ليه الطاسه ما تكونش سخنه؟ علشان اعرف افرده حلو وما يستويش مني وانا بفرده. تمام. انا هنا خلاص فردت العيش زي ما انتم شايفين كده. ههدي بقى النار، هخليها وسط. بعد كده هبدا اقلبه من هنا لهنا، وبعد كده هبططه كده شويه شويه عشان ايه؟ يبدا ان هو ينفخ كده. تمام. هو مش بينفخ قوي، بينفخ حاجه بسيطه. وبكده نكون حضرنا عيش الشوفان كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، بمكونين 2 بس، مفهوش اي حاجه خالص وسهل اهون. وعملته معاكم خطوه بخطوه. وكل شويه هقلبه من ناحيادي للناحيادي، وخلص معايا وبقى جميل كده زي ما انتوا شايفينه وطري. اهم حاجه بقى لما يجي يطلع نغطي عليه بفوطه. تمام. ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال. باي باي يا حلوين.